السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وحبايبكم بصحة وخير وسعادة يا رب العالمين. يجعل صباحكم صباح الخير، صباح الرضا، صباح الهنا، صباح الكيكة الحلوة الجميلة الهشة الطرية. قعرها ما شاء الله، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، حاجة كده زي العسل. إن شاء الله هتعجبك وإن شاء الله هتنور رضاك. قبل ما ندخل في الفيديو بتاعنا يا جماعة، لايك وشير للفيديو. شكرا لكم، شكرا لتعليقاتكم الجميلة، ما تحرمش منكم أبدا أبدا. أحسن اخوات في الدنيا كلها، ربنا يبارك له في عمركم يا رب. ما شاء الله، شايفين حلوة وزي الفل وطرية والطريقة ناجحة وجميلة زي الفل. إيه ما شاء الله. إيه، يلا بينا ندخل الفيديو بتاعنا ونشوف المكونات بتاعتنا عبارة عن ايه، وإن شاء الله تطلع معاك النتيجة الجميلة دي. معايا هنا 3 من البيض، ومعايا كوباية لبن وكوباية سكر، وهاخد نص كوباية من الزيت، وهاخد معلقتين من الخل. معايا هنا في الطبق بتاعي كوبايتين بنفس الكوباية اللي انا معايا رابيها من الدقيق. ومعايا هاخد معلقة فانيليا ومش صغيرة، وهاخد معلقة كاكاو كبيرة، وباكو معلقة كبيرة من البودر. هاخد بقى معايا الحاجات دي كلها في الخلاط علشان نضربها في الخلاط بتاعنا. أخدت البيض وهاخد كمان السكر، وهاخد كمان الحليب بتاعنا اهوت، وهناخد نص كوباية من الزيت. هنفضي كده نص كوباية من الزيت علشان الكيكة بتاعتنا تطلع معانا جميلة وزي الفل، وإن شاء الله تجربيها. طريقة ناجحة وطريقة سهلة، إن شاء الله تطلع معاكي زي الفل. هاخد معلقة صغيرة من الفانيليا، وهاخد معايا كمان معلقتين كبيرة من الخل. مش معلقة واحدة، هاخد معلقتين من الخل. خلطت الخليط بتاعي ده كويس جدا في الخلاط، وجيت على الدقيق بتاعي. الدقيق بتاعي طبعا انا كنت نخلاه قبل كده، فبعيد عليه النخل تاني. الدقيق بتاعنا كنت نخلاه كويس، ورجعت نخلته كمان مرة كده، يعني كل ما تنخليه كل ما بقى احسن. هاخد معايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهحلله كده، او ان انا انزله من المصفى بتاعتي او المنخل بتاعي. ومعايا معلقة كبيرة من الكاكاو، دي كاكاو اسباني علشان كده اخدت منها معلقة واحدة بس. لكن لو هي كاكاو من العادية اللي بتاعة الشرب او كده، بتحط معلقتين، لان دي بصراحة معلقة واحدة منها بتدي معاك نتيجة حلوة وزي الفل. نخلتها كويس عشان بيكون فيها تكتلات، ويبقى معايا كل الخليط بتاعي ناعم وزي الفل ويتداخل مع بعضه، وما يبقاش فيه حاجة مخرزة او محببة. ومعايا هنا ربع معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، اللي هو الكربونات بتاع الطعمية. وهقلب المكونات بتاعتي كلها كويس كده، واتأكد ان هي دخلت مع بعضها. ما شاء الله، شايفين بالطريقة ديت كل الحاجات بتاعتي منخولة، كل الحاجة عندي زي الفل. نخلتهم كويس كده، هنزل بقى عليهم بالخليط بتاعنا اللي احنا عملته في الخلاط، اللي هو عبارة عن كوباية من السكر، وكوباية من الحليب، وكمان 3 بيضات، ومعلقتين من الخل، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، ونص كوباية من الزيت، وضربتهم كويس جدا في الخلاط. وبعد كده فضيتهم على الدقيق ومعلقة البودر، وربع معلقة من كربوناتو بتاع الطعمية، ومعلقة كبيرة من الكاكاو. والخليط زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميل وزي الفل. وبتقلبي كويس عشان تتأكدي ان مفيش دقيق في قعر الطبق بتاعك او في الجناب بتاعته. فعشان تتأكدي كمان وتطلع معاكي النتيجة احسن، بتجيبي معلقة وبتلفيها كده في الجناب بتاعة الطبق من تحت. هتلاقي دقيق تقلبيه، مش هتلاقي دقيق يبقى كده تمام، يبقى مش محتاجين اي حاجة. الخليط بتاعنا زي الفل ما شاء الله، شايفين القوام بتاعه حلو، والمكونات بتاعتنا ما شاء الله مظبوطة، وإن شاء الله هتبقى معاكي زي العسل. معايا هنا 3 أطباق يكونوا مقاس واحد اهوت زي ما انتم شايفين كده، وهفضي المكونات بتاعتي ديت في ال3 أطباق، بحيث ان هما يكونوا قد بعض. زي ما انت شايفة كده، هفضي في كل طبق ان هما في الاخر يطلعوا الكمية في ال3 أطباق قد بعض، علشان تطلع معايا الكيكة بتاعتي ال3 طبقات قد بعض. ما شاء الله، نتيجة جميلة، نتيجة زي الفل، ان شاء الله هتعجبك. لو وصلتوا معانا لحد هنا،
تنسوناش في لايك وشير للفيديو. ربنا يبارك لي في عمركم، احسن اخوات في الدنيا كلها. تعليق جميل منكم كده، تسلموا لي، ما تحرمش منكم ابدا ابدا. ربنا يبارك لي في عمركم يا رب. كده تمام، فضينا الكيكة بتاعتنا في الثلاث اطباق زي ما انتم شايفين كده تمام. هنعمل ايه؟ هنجيب معانا صينية. الصينية هتكون من التيفال زي ما انتم شايفين كده. ادعين البوتاجاز يدوب بس الصينية بتاعتي تسخن، مش عايزاه ان هي تسخن قوي، انا بس عايزاها تدفى كده. وهنعمل ايه؟ هنجيب زيت وندهن الصينية بتاعتنا. معاكي كده تدهين الزيت بالفرشة، مفيش فرشة، بمنديل ورق كده، وهتدهين الصينية بتاعتك من الجناب ومن القعر بتاعها. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنوطي العين البوتاجاز على الاخر، اخر حاجة عندك هتوطي عليها. هتوطي النار بتاعت عين البوتاجاز زي ما انت شايفة بالطريقة ديت. انا حبيت اوريها لك اهي، وطيتها خالص على اخر حاجة. وهنحط الصينية بتاعتنا تاني، وهنعمل ايه؟ هنفضي الخليط بتاعنا اهوت زي ما انتم شايفين. طبق واحد بس من الكمية اللي احنا قسمناها، احنا هنعملهم على 3 مرات. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين اهيت، ما شاء الله القوام بتاعه جميل واللون بتاعه كمان جميل. معلقة بس من اللهم صل على النبي من الكاكاو بتاعتنا ديت، كاكاو اسباني. بتفرق معاكي في اللون لانها بتكون مركزة وبتكون حلوة. لو كاكاو من التاني بتحطي معلقتين. هغطي عليها بقى واسيبها لمدة 10 دقايق، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. كده غطيتها اهيت، وبعد ما فات ال10 دقايق كشفنا الغطا بتاعنا، لقينا النتيجة زي الفل. هي شكلها باين من غير ما تشوفيها بخلة ولا بسكينة ولا بأي حاجة. وما شاء الله مش لازقة ولا أي حاجة، زي الفل. والقعر بتاعها شايفين على نار هادية، مدياك القعر الجميل الحلو اللي انت شايفاه ده. معايا فوطة أو قماشة اللي انت تكوني بتستعمليها للمخبوزات بس، وفرداها وبتحطي عليها وبتغطي، يعني اللي انت بتفضيها بتحطيها على القماشة بتاعتك أو على الفوطة وبتغطيها، ما بتسيبهاش مكشوفة. هنحط كمان شوية من الزيت كده، نقطة من الزيت، وهندهن الصينية علشان نحط اللي هي الدور التاني بتاعنا بنفس درجة الحرارة. مش بعلي تاني عشان أسخن الصينية ولا أي حاجة. من ساعة ما بوطي أول مرة ما بعليش لحد ما بخلص الكمية اللي معايا، بتفضل على نفس المستوى اللي أنا ظبطته في الأول، بتفضل عليه لحد آخر واحدة. بتطلع زي الفل. هحرك الصينية يمين وشمال كده علشان تتملي بالخليط بتاعها هو زي ما انتم شايفين، وتطلع مسوية وزي العسل. هغطيها، وزي ما انتم شفتوا اهوت، وانا قلت لكم ان انا دي عندي كده عباية بعملها للقرص الطرية، للحاجات ديت، للمخبوزات يعني، عيش، حاجات من دي مخصصاها للحاجات دي. حطيتها عليها وغطيتها. شفتوا بقى الجمال والحلاوة ديت؟ لما انت لو انت كشفت عليها قبل الوقت وحطيتي صباعك عليها ولقيتيها بتلزق في صباعك، غطي عليها وسيبها بس دقيقتين 2. وبعد كده هتلاقيها استوت معاكي وزي الفل. متقلقيش منها ولا تخافي منها، اسهل وانجح بكتير كمان من اللي هي في البوتاجاز. حطيتها وغطيتها برضو، ما بتسيبهمش مكشوفين، بتغطي على طول علشان ما تنشفش منك. نحط نقطة من الزيت ونكرر نفس الحكاية، ونحط معانا آخر واحدة وعلى برضو نفس درجة الحرارة، لا هنزود ولا هننقص. اللهم صل على النبي. كيكة جميلة، كيكة سهلة، يعني اللي مش بتنجح معاها في البوتاجاز علشان خاطر درجات الحرارة في البوتاجازات ما بتكونش زي بعضها، وفيه اللي فيها تايمر وفيه اللي ما فيهوش، فممكن انت تعمليها بالطريقة دي. غطينا وكشفنا عليها، لقيناها زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله هي مستوية وزي الفل. بتبان، مش محتاجة ان انت تجربيها ولا حاجة، ما شاء الله باينة زي الفل لوحدها. هنيجي بقى هنا نحطها جنب اخواتها. ما شاء الله شايفين الجمال والحلاوة. كيكة طرية، كيكة زي الفل، تديك نتيجة زي العسل ونتيجة مضمونة ان شاء الله. القعر بتاعها جميل، وكمان ما شاء الله طرية وزي الفل. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده زي العسل، ونتيجة سهلة ونتيجة مضمونة بأمر الله. هنحط بقى التالتة وهنغطيهم وهسيبهم لما يبردوا خالص. وبعد ما يبردوا خالص هحطهم بقى في نفس الصينية بتاعتهم كده فوق بعض، واسيبهم بقى بقيتهم في التلاجة. وبكرة ان شاء الله هنشوف هنعمل بيهم ايه. ان شاء الله هنزينهم مع بعض وهنعمل بيهم احلى تورتاية.
شاء الله بأمر الله. تورتاية هنعمل تورتاية بمقادير سهلة وبسيطة، في مقادير في متناول الجميع، لأي حد يقدر يعملها، مش إن إحنا نشتريها من برّه بالأسعار الغالية دي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير، واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.